السلام عليكم. من فترة طلع علينا واحد مضحك ابن مضحكة بيقول لك ايه، مش عارف مين معاه 2 كونفدرالية والنادي الاهلي بحاله معهوش الا 1 كونفدرالية. طب انت مستوعب انت بتقول ايه ولا بتهبد والسلام؟ والله الكلام اتفه من ان الواحد يعلق عليه، لكن الواحد حاسس انه بيتعامل مع بغبغانات كوبي بيست وناس خلاص، والكومنت بيتاخد وهو بيتعمل بوست في كل حتة. انت مستوعب انت بتتكلم عن مين اصلا؟ ولا هي هبد والسلام اي حاجه علقت فيها على الاهلي؟ طب اعرف ايه البطوله اللي انت بتقارن نفسك بيها بالنادي الاهلي دحيح الدفعه اللي جو الدور الثاني والملاحق ده ملوش فيه يا سقط افريقيا. النادي الاهلي 12 دوري ابطال افريقيا، اللي فرق الدوري المصري كله مجتمعه ما عدلتش حتى الرقم ده. النادي الاكثر حصولا على البطولات في قاره افريقيا كلها، النادي الاكثر مشاركه في كاس العالم، النادي اللي بيشارك للمره العاشره في كاس العالم، وانت قاعد تتفرج عليه وعارف ان نفس ابن المضحكه هيطلع يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي بيروح رحله ويرجع. يا بنت البطوله المؤهله لكاس العالم اساسا ما بتتاهل لهاش، اخرك كونفدراليه، اخرك تطلع دور من دور المجموعات، وساعات يعني المرتين اللي اتاهلت فيهم لنهائي 2016 سقطت مع صن داونز والنجمه الوحيده على تيشيرته بقت على حسابك انت، والمره الثانيه كانت مع الاهلي والقفشه اداك القاضيه في الحته الفاضيه. فاهم انت؟ عيب الكلام اللي انت بتقوله، استوعب اساسا ان انت بتقول ايه. ما تخليناش، ما تعملش نفسك ماده خام للسخريه لينا، ما يبقاش اخرك تسوق بسكليته وتروح تقارن نفسك بملوك السبق السريع وتزعل لما نتريق عليك. انت اساسا ما ينفعش تقارن نفسك بالنادي الاهلي، واما تجيب سيره النادي الاهلي تقوم تقف. يالا